السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الجديدة يا رب، ويا رب تكون سنة سعيدة علينا جميعا يا رب. معاكم رامي محمد، تخصصي مجال تين شوكي وزراعة التين الشوكي في مصر. عايزين نتكلم النهاردة بمناسبة السنة الجديدة وعن مكاسب التين الشوكي وأسعار التين الشوكي والعائد بتاع التين الشوكي وبداية تفطير التين الشوكي أو بداية خدمة التين الشوكي. عايزين نتكلم السنة دي عنها، عن التين الشوكي فيها واحنا في قلب المزرعة يعني. وبنتكلم من مزرعة عمر 4 سنين زي ما انتم شايفين كده، شجرة بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ربنا يبارك يعني. فاحنا عايزين نحكي في شوية حاجات كده جميلة نحكي فيها مع بعض، هنحكي فيها في الفيديو ونقول كل حاجة بما يرضي الله، وحاجة هنتحاسب عليها قدام ربنا كلنا. إذا كنت أنا مخطئ فيها أو بضل الناس ربنا يحاسبني، وإذا كنت أنا مخطئ أو مضل واجب على الناس تسأل وتعرف وتشوف السوق وتشوف الزراعات وتشرف تشوف المكان. تمام. فدي حاجات على الطبيعة احنا مارسناها وربنا كرمنا منها ورضانا، ومش شبال انا بس، لا ده راضى الاف الناس من التين الشوك اللي بتزرع وشغالة في المجال بقالها فترة طويلة. هنتكلم النهاردة على حاجة مهمة جدا. ايه هي؟ انا راجل عندي ارض وعايز استغلها وعايز ازرعها تين شوكي. ايه النظام وايه المكاسب؟ بص يا سيدي، اولا انا راجل بنتعامل مع شجرة ارخص شتلة موجودة في مصر حاليا، التين الشوكي كشجرة منتجة وبتدي عائد. اسعارها رخيصة. ارخص شجرة بتاخد تسميد، ارخص شجرة بتاخد عمالة، ارخص شجرة بتاخد تكاليف ومية. اذا انا بتعامل مع منتج لا بضرني ولا بيأذيني، ومصاريفه بسيطة جدا والعائد بتاعه محترم. اذا مفيش خطورة، مفيش اي خطورة. بتعامل مع شجرة محترمة جدا وربنا براضي منها. انا بكلمك تلقائي يعني، انا بكلمك الفيديو بعمله لك وببعته لك على طول من القلب للناس يعني. لا منتج ولا بعمل يعني. ممكن تلاقيني حسابات بقولها غلط كده، ممكن ارقام حسابيه باجي احسبها تنحسب غلط وابعتها لك عادي. فانت بقى ايه، انا بكلمك بنيه نظيفه وصافيه، فربنا يبارك للجميع يا رب، ويا رب الناس تكون زينا يعني في الحاجه دي. هنتكلم على حاجه ايه هي؟ عايز ازرع 100 فدان تين شوكي. الناس اللي بتكلمني انا عايز ازرع 100 فدان. بص يا سيدي، انا هقول لك سؤال بسيط جدا. التين الشوكي كان اكتر حاجه معروف في اسكندريه، كانت اكتر محافظه بتستخدم تين شوكي وما كناش بنلاحق عليها. تمام، ما كناش بنلاحق عليها تين شوكي. يعني كانت بتطلب كميات تين شوكي رهيبه، محافظه واحده بس في مصر من عدد محافظات مصر دي كانت تطلب تين شوكي، ما كناش بنلاحق عربيات يوميا. دلوقتي كذا محافظه عرفت التين الشوكي وبدات تطلبه وبدات ينزل الاسواق وبدا الطلب يزيد عليه، وده اللي رافع سعره بقاله 5 سنين 6 سنين فاتوا. تمام، رافع سعره بارقام، ارقامه بقت ارقام رهيبه، بقى العائد بتاعه كويس جدا. ده الميزه او دي الحركه اللي بدات تفرق مع اي حد بيزرع تين شوكو دلوقتي. غير كمان تصنيع، يعني مجال التصنيع ده عالم تاني خالص، قصه كبيره، قصه رهيبه. غير كمان ان الشجره ما بتصرف ولا بتكلف، يعني انت في الامان بكل الطرق. كزراعه تين شوكي انت في الامان بكل الطرق. انت دلوقتي جرب، شوف المصاريف وشوف التكاليف وشوف شكاره الكيماوي بكام وشوف غيره والعماله والعامل بيجي عندك كام ساعه وكل ده. هتيجي تزرع زرع التين شوك هتقول ده انا كنت في غم وطلعت للنور. والله العظيم لا تقول كده. ايه يا عم ده، انا كنت مغلب نفسي ومرمط نفسي ومطلع عين اهلي وعماله مرمطاني واستخدام كيماوي يومي وبهدله. فانت لو تبص المجال زي التين الشوكي لا يختلف. يعني انا دايما بتكلم، احنا هنا مثلا لو هتزرع لك 100 فدان زي ما انا بقول، 100 فدان زي ما انا قلت في الفيديو قبل كده، الفيديو القصير ده، قلت ال 100 فدان سنه رابعه يجيبوا 4 مليون جنيه مصاريفهم. فدان 5000 جنيه، 100 فدان تخدمهم قد ايه؟ 4 شهور. خدمتهم 4 شهور، تقف لهم بس 4 شهور ويجيبوا 4 مليون جنيه الفدان في 40,000 جنيه سنه رابعه بس. ادي التين الشوكي بكل بساطه. انت عندك كل المحافظات دلوقتي بقت تجري على التين الشوكي. كل الناس، انا السنه اللي فاتت والله العظيم انت ما هتصدق، قسما بالله ما كنت برد على تجار التين. ادي يمين بالله من كميه الطلب عليه.
يعني كانت في تجار ترمي فلوس وتحجز عشان تتني تاخد الكميات، عشان تعرف تنزل الشواطئ وتنزل للناس اللي طالبه منها وتنزل السريحه وتنزل للمصانع وتنزل لغيره وغيره. فاذا انت في زرعه في الامان. طب انا دلوقتي لو قلت التين الشوكي خسرت التين الشوكي في حاله واحده. لو رميت الانتاج كده انت خسرته فعلا. لكن واحد يقول لك يا عم ده التين الشوكي ما بيجيبش فلوس وتلاقيه تاني سنه بيخدم فيه وبكلف وبظبط، كذاب. قول له فين اللي انت رميته؟ ما تصدقهوش والله. مش عايزك تزرع او مش عايز حد، يعني بيحس ان رزقه بيتاخد. في ناس كده، في ناس كده سبحان الله مريضه. انا واحد من الناس. مش انا بعمل دعايه للتين الشوكي؟ بعمل دعايه للتين الشوكي وزارع تين شوكي. هو التين الشوكي لو انضرب انا اكتر واحد هنضر. انا اكتر واحد هنضر، مش انت اللي هتنضر. انت لسه زارع لي. احنا راجل مؤسس مزارع بقاله فتره طويله وصرف عليها شبكات وكذا وكذا، كل ده هيروح عليا. بس انا عارف ان التين الشوكي مش هنضر. يوم ما نضر هنتجه للتصنيع. يوم ما يحصل فيه كلنا هنتجه للتصنيع، ونصنع تين شوكي ونطلع عصير ونطلع خل ونطلع زيت ونطلع مربى. الله، ونطلع مربى وعصير وخل وزيت وكل ده. ده الزيت بتاعه وصل 1200 يورو لتر. هنشتغل على كده. هنخسر حاجه؟ لا مش هنخسر حاجه، بالعكس. اولا انا بقدم لك كلام من القلب، يعني لا بمنتجه ولا بقطعه ولا الكلام ده كله. هتلاقيني انا بقوله وببعته لك على طول فيديو، لا برص وبجيب الحلوه وبجيب لا، بص اللي انا بقوله انا ببعته لك من الاخر، يعني بقدمه لك على طول. معلش انا في المزرعه والتين الشوكي يعني يمتاز بالسكريات، فهتلاقي دايما ممكن تلاقي بعد الدبان كده بيجي عليا، معلش عشان انا في المزرعه حاليا. بس طبعا حبيت اوريكم حاجه جميله جدا في الفيديو. دي انتاج شتوي يا جماعه. الانتاج ده انتاج شتوي، فانا برضو عامل حاجه جميله كده. خليكم تشوفوا معايا انا بفتحه وباكله، حاجه هتبهر يعني. خليكم معايا لحظه كده. هنفضه من الشوك بس. نقول بسم الله. بس قبل ما ناكل يعني هنعرف الناس حاجه بسيطه. الصنف اللي احنا شغالين فيه يا جماعه ده الكوبي، حاجه الحبه المدوره الجميله زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. ده اللي انا بتكلم فيه على الطبيعه. الحبايه دي 170 جرام 180 جرام، تعدي ال 180 كمان بكتير. حبايه بسم الله ما شاء الله اهي، منتهى الجمال وعافيه. هنفتحها مع بعض. ده الفراوله يا جماعه، دي حبه فراوله. اوكي، دي حبات التين يا جماعه. بسم الله. فاذا التين الشوكي في مكاسب، متصدقش حد يقول لك، بس مكاسب رهيبه. والله العظيم بكلمك بامانه، مشروع ناجح من الاخر. انا بقول زيرو خساره، ما خسرش. من يوم ما زرعنا ما خسرش. انا واحد من الناس ما شفتش منه خساره. جيراني ما شافوش منه. يا بل انا بكبر وجيراني وكله بكبر وغيره بكبر في مصر، اسماعيليه، ابو غالب، المحافظات دي كلها بتزرع وبتكبر تين شوك. المنيا وعارف انه بيكسب، لو بيخسر مش هزرعه. احنا حصلت في سنه، هقول لك مثال بسيط هقوله لك. البرتقال الصيفي كانت واقف تصديره، فالكيلو كان وصل 40 ساغ، فابتدي يخسر. ده الموالح يعني. انا بحكي معاك عشان تتعلم يعني ايه زراعه. احنا دارس زراعه وبمارسها عملي. فابتدينا نخلعه. فالضرر لما سمع بيسمع في مصر كلها، كله بقى يخلع برتقال صيفي، لان المشكله على مصر كلها. اسال لو في مشكله في التين الشوك هتبقى علينا كلنا، مش علينا لوحدي او على واحد مختفي في مكان او الكلام ده كله، لا. فابتدى البرتقال الصيفي كله خلعه. مش انا بس، مصر كلها بقى. اذا بقى واحد صبر بقى قال لك يا ابويا انا ربيت شجره 30 سنه حاجه اخلعها، 15 سنه حاجه اخلعها. فاذا التين الشوكي سمعته سابقاه بالخير والمكاسب، فما تقتنعش بحد. دي اهم من دي.
دي اهم من دي، بمعنى اننا نشغل دي الاول. العمليه مش عافيه في الزراعه، نشغل اللي يناسبني واللي يمشي معايا. يا رب تستفادوا من اللي انا بقدمه، تكون سنه سعيده عليكم. واحنا ان شاء الله بدانا نفطر في التين الشوك، وهيكون موسم خير والدنيا تمام. وده الموسم ده هتقول لي خير، اذا هقول لك خير على صاحب الارض انا بقوله لك خير على الكل. العامل بيستناه، التاجر بيستناه، بتاع العربيه السواق بيستناه، بيحجز نفسه عشان يشتغل فيه. عايز اقول لك السمسار نفسه بيستناه، بيجري وبخلص ومبسوط، لقمة عيش هنا وهنا وهنا وتمام ومية مية. فان شاء الله موسم خير على الجميع، والكل يكرمه ربنا، ويا رب نكون بنساعد بعض وامورنا تمشي تمام. التين الشوكي ما بيخسرش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.